ربنا بيسأل موسى وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. وبلش يعد موسى منافع العصا، يعني عندي فيها منافع كتير. قال ألقها. إجا أمر الله ألقها، فألقاها. بخشش العقل إني أنا أرمي إشي فيه منفعة. طيب إيش قلبت حية. جري موسى عيسى قال خذها، فعل أمر، ولا تخف. حتى موسى إجا بقول لك حط هيك إيده ورا بده يمسكها من ديلها، ربنا إنه لا من تمها بدك تاخذ، يعني الحية فيها ضر، بس حية يا الله كيف بدي أمسكها؟ لكن جاء الأمر خذها. فربنا عم بيعلم موسى، قال لو جاء الأمر وانت حتى لو شايف في هذه الحية ضر، لكن جاء الأمر ما تمشي باللي عقلك بقول لك إياه. استقم على أمر الله، لأن الله سبحانه وتعالى قادر أن يجعل من اللي في صورته ضرر نفع، يخرج منه النفع، وقادر أنه يخرج من اللي في صورته نفع ضرر، لأنه هو النافع لا إله إلا هو، وهو الضار لا إله.